يلا مكانك من جديد صح؟ اه. ادي البانيه، هنعمل لهم بانيه النهارده. بصوا انا طبعا متبله اصلا من بالليل، من امبارح بالليل يعني. الخلطه دي عباره عن بصل وثوم وطماطم وايه تاني دي مختار؟ مش فاهم. وقرن فلفل شطه، بس انا نسيت. والبودرة اللي انت كنت جايباها امبارح اللي انت حطيتيها بهارات فراخ مشويه ما شاء الله عليها، نسيت والله. وطقشت بيضتين في قلب الطماطم والبصل وكده، وقلبتهم كده في بعض عشان احط فيهم الفراخ، وهحطهم دلوقتي في الفيجيتار. معايا الفيجيتار اهو ماشي، ومعايا البقسماط اهو. انا هوريكم بقى، انا عارفه ان انتوا شاطرين وبتعرفوا تعملوا يا ولاد، بس تعالوا نشوف. انا عايزه اقول لكم ان انا اول مره اعمل البانيه، احنا اصلا مالناش في اكل البانيه، بس هم نفسهم ياكلوا. انا ما بقتنعش اساسا بالبانيه والمكرونه وكده. وجايبه هنا لبن برده، هعمل لهم ان شاء الله برده مكرونه بشاميل اهي. جايبه 2 كيلو عشان الفيديو ما يطولش نفسي. معلش يا حمودي انا والله مش عارفه، معلش كده. قلت لك امبارح هو ودان وجعه اصلا، انت ما بتفهمش. بصوا هنشيل من قلب الخلطه، هحط فين في الفيجيتار والبقسماط. انا عارفه ان انتوا شاطرين وحياه ربنا وبتعرفوا تعملوا. انا اول مره اعمله، بس اهو يعني بنزل لكم فيديو. اوعي مختار، لا يا مختار رجع ايدك ورا، ما تحطش لي ايدك خالص هنا دلوقتي. انا هحط الحاجات دي عليه، الكفر ده عليه، احطه في الفريزر. افصل عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليهم لغايه ما اخلص. بصوا دول يعني فرختين، انا واخده الصدور بتاعتهم يعني. انا اصلا مش عارفه الفيجيتار مكرعت ليه كده يعني، مش عارفه لا في ايه بالظبط. انا هحط بقى الكيس عشان انا عملت الطبقه الاولانيه اهي. هحط الكيس عشان احط الطبقه الثانيه، وما شاء الله يعني رامي معايا وكده. افصل عشان ما يبقاش طويل عليهم يا ابني ويزهقوا. بصوا بقى انا كده خلصت الكميه بتاعتي اهي. ده الحاجات اللي هي البواقي اللي بتطلع من، انا ما بعرفش اقطع البانيه اصلا، بس الحاجات الصغيره دي اللي بتبقى طالعه اكيد مش هنرميها يعني، هنعملها برضه. انا راح دلوقتي احطها في الفريزر. طبعا احنا لسه طبعا ما فطرناش ولا عملت حاجه، فانا قلت اعملها الاول واحطها في الفريزر عشان الكفر ده يمسك عليها كويس. النهارده الجمعه، والجمعه مباركه علينا وعليكم يا رب دايما بالخير. وبعد كده هنبقى نشوف هنعمل فيها ايه مع بعضينا كده. انا عملت البشاميل وسلقت المكرونه. البشاميل بتاعي اهو، انا بعملوش بدي، انا بجيب بشاميل جاهز. كيس اللي هي البشاميل الجاهزه اللي هي في السوبر ماركت. الكيس ب 12 جنيه ب 13 جنيه، هو مش غالي يعني. واللحمه بتاعتي طبعا اتعصبت اهي، الحله سخنه. بصوا فردت المكرونه، فردت يعني المكرونه في قاع الصينيه. هو ده كيس مكرونه واحد، انا بعمل كيس مكرونه على لتر لبن، يعني على كيلو لبن، على كيس بشاميل خلطه اللي هو الجاهز يعني. كيس كيس كيس، هي متقسمه لوحدها. صليتوا بقى على النبي ولا لسه؟ شايفين الجمال بقى ما شاء الله، حلو قوي. احنا من عشاق المكرونه البشاميل، بس المحشي كان احسن. والله يعني محشي، شويه محشي ماشي يدلقوا كده في قلبك مش في معدتك، عليهم بطايه متحمره، احسن من المكرونه البشاميل والبانيه اللي احنا هنعمله النهارده. كلام فاضي، انا بعمل كلام فاضي. ونعمه ربنا حلوه كل حاجه الحمد لله، بس برضو يعني المحشي برضو النهارده الجمعه وكده محشي يعني، اسمك عامله محشي. ده كيس مكرونه، شفتوا القران الجمعه هيشتغل اهو. طبعا انا حاطه معلقه زبده هنا في البشاميل، وطبعا كان عايز بضايه بس بصراحه ربنا اللي ما لقيتش بيض عند الفراخ، فهنمشيها كده وخلاص. زي الفل يا ولاد ما شاء الله. اذكري الله كده وانتي قاعده يا قلبي يا قلبي. انا ادلقي حله البشاميل يا اختي ما تستخسريش. بصي البشاميل ما شاء الله جميل اهو. بصي ايه الحلويات دي، عامله عظمه والله. ياسمين عايزه تقول لك دلعي جوزك، لا هي غلطانه على فكره، قصدها دلعي كرش جوزك.
طلعي دلعي كرش جوزك، هيتبسط منك قوي، هيبوسك من عينيك. خساره لم البشاميل بتاعك كده برضو، كله ده كله جايب فلوس على فكره. بتظبطي بقى الحدق بتاعه. انا بحط له مرقه ماجي وحبه فلفل اسود وحبه كمون، وهي بنتي يا بوسي بس، وحته الزبده بس كده. فينا برضو شويه بشاميل ناخدهم برضو اهو كده. خلصنا البشاميل والبانيه على القليه، ما شاء الله كده خلصت يا ولد، بسم الله ما شاء الله. الجمعه خلاص اهي، هتبقى يعني القران اشتغل. هي الست المصريه ياسمين عز مش حاسه بيها، احنا اللي علينا ضغوطات يا ولاد، والله العظيم احنا اللي علينا ضغوطات، مش ياسمين عز مش عليها ضغوطات. انت بتهلك بتخرجي كده من بيتك، بتروحي على القناه تقدمي البرنامج بتاعك وتروحي تنامي، يا اما جوزك بيضربك بالشبشب واحنا مش عارفين، احنا مش شايفين حاجه. هل انتوا شايفين حاجه؟ احنا مش شايفين حاجه. اما تقول لك جوزك. طب والست احنا رحنا فين؟ انتوا رحتوا فين؟ احنا كستات فين من ده كله؟ احنا اللي مضغوطين يا حبيبتي، هي مش مضغوطه. دلعي انت جوزك بطريقتك مش بطريقه ياسمين عز. سيبك من ياسمين عز، اسمعي من هنا وفوتي من هنا. اللهم بلغت اللهم فاشهد. ادي صينيه المكرونه بتاعتي خلصت، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله تتاكل نيه. يلا نحطها في الفرن ونرجع لكم تاني. اهو يا حبيبي البانيه بعد ما طلعته من الفريزر اهو شكله. هنقليه في الزيت، صح؟ هنقليه في الزيت. انا حطيت طاسه وحطيت فيها زيت وسخنت الحمد لله، فهقلب فيها البانيه. نعلي البوتاجاز. مش عارفه انتوا شايفين الطاسه اصلا ولا لا. اهي انا بعد التليفون بعيد عشان بخاف على التليفون. انا مش مستخسره الزيت بصراحه. هقليه بقى وارجع لكم تاني. ما انتي برضو لازم تدلعيهم، هتجيبي طبق وترشي كده. انا عارفه ان انتي شاطره، والله العظيم انا عارفه ان انتي شاطره وممتازه ما شاء الله عليكي، بس زياده التاكيد عشان خاطر جوزك وعيالك ياكلوا الاكل الحلو. يا حلوه انتي اهو، عشان لما نيجي نطلعه على الخضار اللي احنا، هو مش خضار، هو جرجير، عشان نطلعه على الجرجير اللي احنا مخرطينه. ادي البانيه بتاعي خلص اهون. قولوا ما شاء الله بقى. بصوا استنى اقطع لكم واحده اهي، طريه من جوه، شايفين اهي. وادي صينيه المكرونه بتاعتي برده خلصت. ثواني بس عشان سخنه، والله لازم اوريها لكم. بصوا شايفين الحلويات ما شاء الله، حاجه تفتح النفس. انا كده خلصت الفيديو بتاعي بقى معاكم النهارده كده. ما تنسيش ليا تعملي لايك وتعملي لي تعليق حلو وكومنت حلو كده زيك. كفايه الزنهره اللي انا فيها وانا في وسط المطبخ عشان اعمل البانيه واعمل المكرونه، ومستنيه منك انت اللايك بتاعك والكومنت الجميل برضو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.